فرج اللاعب الفلسطيني هو أزمة جديدة في الزمالك. الزمالك كان تعاقد معاه ب1,100,000 دولار، لم يستفيد منه الزمالك لا فنيا ولا ماديا. فنيا اللعيب ما فرقش مع الزمالك في حاجة، الزمالك خرجه إعارة، ما عملش حاجة. أيضا جاب 5 تجوان في أول كام ماتش كده، في ماتش واحد واشتغل وبتاع، بعد كده الأمور بعدت تماما. الزمالك حاول يسوقه لما رجع، مفيش أي عروض جاية للاعب، لا خليجيا ولا دنماركيا ولا سويديا ولا في أي حتة. واللاعب ما بيتمرنش مع الفريق، اللاعب بيتمرن منفردا، وما بياخدش فلوس وما بياخدش مستحقاته، فمأزق جديد. الزمالك ايضا ما دفعش فلوس كامله لفرقته لما تعاقد معاها، وفي نفس الوقت مستحقات اللاعب ما بتدفعش، فاللاعب بيتجه لفسخ التعاقد مع الزمالك. قضيه جديده في الفيفا وازمه جديده للزمالك. زي ما قلت لكم اللعيب ضعيف والزمالك ما استفادش منه ولا هيستفيد منه، بدليل ان الراجل اصلا ما بيدخلش يتمرن مع الفريق جماعيا. فالوضع صعب جدا جدا، عبء مالي كبير على الزمالك. في تفكير كبير في مسؤول الزمالك او عن جون ادوارد ان هو بيتفاوضوا مع اللعيب ان هم يفسخوا معاه التعاقد مقابل مبلغ من المال، ما اعرفش هيجيبوه منين اصلا، بس بيتفاوضوا معاه في كده منعا لتحريك شكوى ضد الزمالك. ففي محاولات لفسخ التعاقد مع عمر فرج ويبقى لعيب حر ويروح اي حته، لان الزمالك حتى الان فشل في تسويقه. في محاوله لتسويقه في يناير، بس الامور صعبه، لعيب اصلا ما بيلعبش وما بيتمرنش، فمين هيشتريه؟ فالوضع حتى الان صعب مع عمر فرج. وعمر فرج يقترب من تقديم شكوى ضد الزمالك، وايضا يقترب من فسخ تعاقده مع الزمالك سواء بالتراضي او بعدم التراضي. ربنا يستر، الزمالك مش ناقص ازمات.